ايش قال شنو؟ قال ندق دك حساده نجيبه للقياده ده بيبقى بالجراده. فانا حابب اقول للناس يا جماعه ما تخيروا رايكم في الجيش، ما تخيروا رايكم في الجيش، وخليكم واقفين مع الجيش ومساندين الجيش، لانه ساعه النصر خلاص قربت ما فضل لها كثير. فالدليل على انه يا اخي ساعه النصر قربت شنو؟ في ناس كتار يا جماعه كانوا في بدايه الحرب دي يقولوا يا اخي الدعم وما الدعم وما الدعم، واقفين مع الدعم وقفه كده غريبه. هسي بدوا يغيروا في مسارهم. ليه بدوا يغيروا في مسارهم؟ عرفوا انه خلاص الدعم السريع ده انتهى، انه الدعم السريع ده انتهى، عشان كده بدوا يغيروا في مسارهم. فانا حابب اقول لكم ما تغيروا في مساركم، خليكم على مبدأكم. انتوا من البدايه كنتوا واقفين مع الدعم السريع صح؟ خلاص خليكم واقفين مع الدعم السريع، لكن بس افتكروا حاجه واحد بس، انكم انتوا في يوم من الايام كويس انتوا اللي شاركتوا في الحرب دي، وانتوا الخونة، وانتوا اللي بعتوا البلد دي، والتاريخ بيسجل. وبعدين ما تنسى انه تحكي لابنائك انك انت كنت واحد من الخونة ديل. ويلا يا اهلنا الطيبين، سلام. قمينا مبنى دنقر، هجمنا مبنى ترتر، بنجيبه حي يفرفر، عمونا قول يسوي، خلي الحديد يدوي، وقت الكلاب تعوي نحن الظلام نضوي، كان غبنا ما ظهرنا ما تقصوا لي أترنا، يا الطير يجيب خبرنا ميتين في صدورنا، يا قوم يسوي قولك يتنبر بحيولك، الجاي داك زولك جاب لك عدو مكتف يلبانا عالي طولك، يا شديل برانا شفنا زول برانا الشال في ايده كفنه، خلي اللي يقف معانا.